كلمه الزمالك وذكر كلمه الاهلي بس. دي اول حاجه ضايقت الناس عندي. وبعد كده جوه انا قايل ان كابتن حسام مش عايزني الفتره ديت او ما بيلعبنيش الفتره دي، فمن الاحسن ان انا اطلع اعاره. راح الراجل كتب ان كابتن حسام بيضطهدني وانا مش قايل الكلمه دي. فكابتن احمد رفعت قال لي انت مش عارف انت بتتكلم عن الناس عامله ازاي، انت الناس عامله ازاي، فضربني بالقلم. والصحفي موجود اللي انا معاه المشكله كان موجود في نفس الواقعه وهو يشهد على كده اهو، ان انا والله العظيم ما فتحت بقي ولا قلت للكابتن احمد رفعت ولا مسكت ايده حتى وانا بتضرب، ولا اقسم بالله ولا مسكت ايده. طيب بس بعد اللي حصل ده يعني ما صعدتش الموضوع قبل موضوع الاستقاله؟ يعني ما اتكلمتش مع حد من مجلس الاداره؟ يعني لا انا بعد ما كابتن احمد رفعت عمل كده اهوت وانا بقول له كابتن احمد خلاص انتوا مش عايزين نمشوني، قال لي انت ما تردش عليا، فضربني بالقلم تاني. فانا طلعت كابتن ابراهيم قال لي اطلع البس هدومك، رحت لبست هدومي ورحت لمستشار جلال ابراهيم قلت له على اللي حصل معايا. قال لي طب ارجع انت واعتذر له. فانا قلت له المستشار ده هو اللي ضربني قدام الصحفي وقدام كابتن ابراهيم وقدام كابتن وليد بدر. قال لي ارجع، فرحت له تاني. قال لي خليه يستنى بعد ما الماتش يخلص وشوف هنعمل ايه. فانا رحت خارج من النادي مع والدي وخرجت وعملت شكوى باللي حصل دوت، ورحت قدمت النهارده الصبح لاتحاد الكوره. كابتن حازم امام لاعب نادي الزمالك، بنشكرك شكرا جزيلا. الواحد حاسس بالصدمه في الحقيقه في كل التفاصيل اللي بنتكلم عنها دي، لانه اذا كان العنف موجود في المدارس فهيبقى موجود في الرياضه. هو مفترض انه سلوك مش رياضي، ده صحيح، بس انا دايما امام الكلام ده بفتكر تعليق احد ضيوفنا وانا بعتذر له ان انا مش فاكر اسمه، هو احد علماء النفس المرموقين اللي كانوا معانا في حلقه من حلقات الشهور الاولى في الحال اليوم، وقال لي انا اندهش ممن يندهش. يعني اذا انت اندهشت ده نفسه شيء غريب.